وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، والفيديو تاع اليوم يلقى الجميع بخير وصحة وعافية وراحة البال يا ربي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو حندير معكم انسوب تاع البازيلا الجلبانة. يوسف بتجي بزاف بنينه، ونعرفوا دركا البرد ملاح بزاف، قد ما نوعوا في اليوسف مليح، وفي الليل كثرتها الواحد يدير اليوسف ملاح، حاجه سخونه مليحه. اون بليس فيهم الخضره، اليوسف ملاح فيهم الخضره، يعني قد ما نوعوا مليح، فيهم لي فيتامينات، حاجه مليحه الينا. الوغ واش نحتاج في الوصفه تاع اليوم؟ عندي كميه تاع البازيلا جلبانه، عندي صدر تاع دجاج، عندي حبه بطاطا، حبه كبيره تاع طماطم، بصله، عندي 3 حبات زروديه، سنينات تاع ثوم، وعندي هنايا ربطه تاع معدنوس وقزبر. لي زيبيس واش نحتاج؟ عندي مغرف تاع عكري صغيره، مغرف تاع كركم، مغرف فلفل كحل، مغرف زنجبيل، وعندي الملح، ونحتاج فرomاج تانيك وزيت. نجيب القدر نتاعي ندير فيه كميه من الزيت، مكثرش الزيت، كميه قليله. راح نقطع ديك البصله الى شرائح، على قطعتها الى شرائح. راح نزيد نقطع الجزر تاعي، الطريقه. نزيد ديك الحبه تاع البطاطا تاعي، قسمتها على زوج كما كتشوفوا. نزيد الثوم، يعني نقطع كامل خضرة كيف نزيد الطماطم، هنا نحي لها القشره نتاعها ونقطعها. على بهذا الشكل نحيت لها كامل القشره، نقطعها
راح نزيد نحسن داك الصدر تاع الدجاج. نزيدو من فوق حتى هو. دركا حنزيد لي زيبيس. زيد الملح، ما نكثرش الملح باسكو انا حندير فرomاج، نعرفوا بلي الفرomاج يجي مالح. فلفل كحل، زنجبيل مطحون، عكري، والكركم. وهنايا ربط كمية تاع المعدن وتاع القزبر، نديرهم من الفوق ونديهم فوق النار. حطيتها فوق النار، دوك نغلق على نار هاديه، نغلق عليها ونخليها شويه ومن بعد نعاود نرجع عليكم. على نار هاديه خليتها كيما راكم تشوفوا. الخضره عندي ذبالت كامل وطلقت الماء نتاعها. تقدروا تقولوا يعني البطاطا طابت هنايا، مام الدجاج فيه دخلوا طياب. دركا راح نزيد الجلبانه نتاعي من فوق، نزيد كميه من الماء، نزيد لها كامل النار ونخليها تطيب عندي. بعد ما طابت عندي هنايا نحيتها من فوق النار، نجيب البغا تاعي ونمكسيها كامل على ضربه. فوالا بعد ما ميكسيتها كامل، وتقدروا تخلوها ثقيله وبيان تزيدوا لها، لا حبيتوهاش ثقيله هكا تزيدوا لها شويه ماء باش تجيكم خفيفه. وتانيك اذا ميكسيتوها بالبغا وشتوا لي بلي مازال فيها داك القشر تاع البازلاء شويه، تنجموا تفوتوها في لامولينات الحيوه باش داك القشر هذاك ما يقعد لكمش في لاصوب. وهي سخونه هكذاك راح نزيد لها الفرماج. فرماج من الاحسن ديروا الكغيير، هو اللي راح يطلق فيها بنه بزاف بنينه، تجي روعه. ديروا كميه مليحه من الكغيير، وتقدروا كي تزيدوا تسقوها في الطبسي تاني تزيدوا لها شويه من الفوق. نسقي معاكم طبيسي، كي نسقيها في الطبيسي راح نزيد لها شويه كغيير من الفوق. ما نحكي لكمش على بنه الكغيير، فيها يطلق بنه ولا اروع. نتمنى تجربوها، كيما متاكده انها راح تعجبكم. بنتها بزاف بنينه. نقدمها مع سلطه بطاطا، انا دائما نقدمها مع سلطه بطاطا ويحشى خفيف. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، وان شاء الله الوصفه الثانيه تكون عجبتكم. كيما نتمنى تخلوا لي اراء نتاعكم في التعاليق، وتانيك ما تنساوليش لي لايك فضلا ليس امرا. ان شاء الله كل واحد يدخل يشاهد الفيديو يخلي لي اللايك، هكذا راكم رايحين تساعدوني باش الفيديوهات نتاعي تزيد تطلع فيهم نسبه المشاهده اكثر واكثر. ونقول لكم الى اللقاء، الى فيديوهات قادمه ان شاء الله.